تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. أول رد الفنانة المغربية نجاة تشابو من بعد الهجوم اللي طلقته من طرف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما يشبهش طريقة التحكيم اللي دارسها في برنامج النجم الشعبي. فخليكم معايا خوتي باش تسمى شنو قالت تشوفوا شنو نزلات الإحساس ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام. علقت الفنانة المغربية نجاة تشابو على الانتقادات التي وجهت لها بسبب ما جاء في تعليق لها على أداء أحد المشاركين في أولى برايمات برنامج اكتشاف المواهب الجديد النجم الشعبي على القناة الثانية. واعتبر النشطاء أن نجاة تشابو كانت صارمة وقاسية على المتسابق، وأنه كان عليها التعامل معه بلطف أكثر، لا سيما أنها أول تجربة له في برنامج اكتشاف المواهب. ونشرت تشابو تدوين على حسابها الرسمي على الانستغرام توضح فيها لمتابعيها موقفها وكتبت: سلام حبابي الأعزاء، بغيت غير نوضح واحد المسألة. برنامج النجم الشعبي أمانة على هاتيكي، وخصني نكون حقانية وصارمة باش المتباري ياخد كلامي بعين الاعتبار، لأن أكيد نصائحي غادي تنفعو. كاين فرق بين الصرامة والقسوة، وباقي غادي تشوفوني صارمة أكثر، وهذا الشيء من ريتي على تراثنا وفننا. حنا سنين وحنا في الميدان وتحنا غلطنا وتعلمنا، وأنا معروفة لي أنني صريحة. وتابعت: فمنين بديت للمتباري انه ما عطاناش اعتبار، كلنا لاحظنا هذا الشيء في اللجنه، واللي وقف على هذه الملاحظه هي انا وليلى زينه، حيث فعلا اول شرط في نجاح الفنان والاستمراريه ديالو هو التواضع. هذه اللقطه تعاودات ولاحظنا هذا الشيء، عاد قلناه، وكون ما كانش موهوب ما كناش غنعطيو صوتنا. وبلا ما نحرقوا لكم البرنامج، لان نصائحنا هما اللي خلاتهم يمشيو بعيد. ولا يعقل نبقى غير كنمدح ونكذب عليهم، ولكن هادشي ما غينفعهم في والو. واختتمت تدوينتها قائلة: كلنا كنعرفوا ان الانسان الا دويتي معاه بالضحك ما كياخذش الهضره بعين الاعتبار، وإلا دويتي بصرامه راه كيتمهن في كلامك، وكان هذا هو المقصود. وفي الاول والاخير راهم بحال وليداتي، بغيت نشوفهم ناجحين ونخرجوا من هذا البرنامج فنان اللي تمنوا تشوفوه كيف ما بغيتوا. وحبايبي اللي كيقولوا كنهوبش راه بسبب تركيزي في الصوت واحيانا الاضاءه. اما نجاة البشوشه هي اللي كاينه عمرها ما غادي تتبدل. احبكم وتحياتي. وتجدر الاشاره الى ان النجم الشعبي برنامج اسبوعي لاكتشاف المواهب في اللون الشهر هو من تقديم الاعلامي المغربي رشيد لالالي، ولجنه تحكيميه تضم كل من حجيب وعبد العزيز الساتي وزينة الدوديه ونجاة التابو.